تحوسي على قياسات دراوز تاع بلاصه ونص، تحوسي كيفاش يتفصل. اذا كنتي حابه تخيطي لي كوان تاعك ولا المربعات وانتي ما عندكش السيرجي وتحوسي على فينيسيون شابه، تحوسي على تقنيه جديده لخياطه لي ستيك، هذو كامل راهم في لا فيديو تاع نهار اليوم. لا فيديو تاع نهار اليوم اللي ما شافتهاش راهي راطات بزاف من المشروع تاعها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. واش راكم مبدعاتي؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا في الفيديو تاع نهار اليوم اللي هو كيفية تفصيل وخياطة دراوس تاع بلاصة ونص، تلبية لطلب مبدعة من مبدعاتي. نتمنى ان شاء الله تكون اللهنة حاضرة معنا وما منتوما رأيكم يهمني، يعني نستناكم كامل في لي كومونتير. اسكو فهمتوه ولا ما فهمتوش ولا طريقه الشرح؟ شوفوا انايا لهنا القماش تاعي راه يجي مطوي من عند المحل، دائما نعاودها لكم. هذه مين يقص لنا البائع وهذه لا ليزيير. انايا المتر ونص اللي نحتاجها منين نشريها من الكوتي العلوي. شوفوا الرولو يجي هكذا، يبدا يفتح لي حتى يقص لي متر ونص. هذه هي المتر ونص تاعي انا، نروح نحكمها نطويها على 2 كيما راكم تلاحظوا المتر ونص. اما هذاك القماش اللي يجي من عند البائع خليوه كيما راه. هذه المتر ونص انا طويتها على 2 حطيتها هنا، وهذه اللي تجي من عند المحل كيما راهي فيها 240 كي تعود مطويه على 2 تولي لنا 120. دوك انا القماش تاعي كيما راه مطوي هكذا واش فيه 75 على 120. ان شاء الله فهمتوها هكا. لهنا انني نعدل في القماش تاعي لانه البائع لازم عليه يدير لكم هذاك الديكالاج. الله غالب ماهوش هز مسطره ولا ليسونسيال، الديكالاج فيها نتوما كي تعدلوا القماش تاعكم لازم عليكم تعدلوا مليح الديكالاج باه تبداو في القياسات تاعكم ليسونسيال. دوكا احنا هذيك المتر و50 خلاص تهنينا منها، رانا عدلنا غير القماش نحينا له ذاك الديكالاج. دوكا الفايده والخدمه كامل في الجهه السفليه. شوفوا انايا لهنا كي جيت نطوي القماش، جيت نعين المربع، نلقى الاقمشه ماهمش قد بعضهم، نلقى واحد طويل وواحد صغير. واش درت؟ حكمت هذيك لا ليزيير كامل حطيتها على بعضها جوست كل وحده فوق خوتها، يعني قد وعدلت القماش تاعي مليح. كيما شفتوني ننفض فيه سمحوا لي، يعني الغبره كل طلعت. المهم نفضته مليح حتى نقلبته على استقامه واحده. هذوك القطع فيه 4، نحيت لا ليزيير وجيت نعين المربع تاعي اللي طول الضلع تاعو 25 سنتي. وركزوا معايا مليح، لهنا المربع تاعي نعينه من الجهه المفتوحه. رسمت هذاك المربع تاعي ورايحه نفصله خلاص. بالنسبه لهذا القياس راه ستاندار، اللي حابه تدير مشروع هذا القياس رايح يخرج لك روعه. مام المربع نحي 25 سنتيم ان شاء الله رايح يخرج لك قد. نجيو دوكا نعينو وين رايحين نديرو لاستيك، نعينو كلش وهو على البلون دو طرافايا، ماشي تروحوا تخيطوا وتعاودوا ترجعوا وتعينوا دي فوا كذا تنساو. حطوا المتر تاعكم عند الحافه تاع المربع هذيك واطلعوا بقيمه 60 سنتيم، من 50 حتى ل 60 سنتيم. كرونتيو القطع في 4 تاع القماش ولا عينوهم بالطباشير كيما درت انا نحب نكرونتي للامانه باسكو طباشيريه تمسح. وهذا هو الشكل تاعو بعد ما نفتحوه. هما عندنا 4 مربعات، لو كان نفتحوهم مره راني خدمته معكم في الورق بالنسبه لا فيديو اللي قبل هذه تاع بلاصه واحده. دوك نروحوا على ماكينه الخياطه ونبداو بسم الله في الخياطه. عندنا 2 اضلاع نروحوا نجملوهم مع بعضها. لازم نديروا هذيك الكوان يكون قد كاش ما كاين ديكالاج. اذا غلطتوا نتوما في القياسات ولا خليو الديكالاج يكون في اسفل المربع خطاكش نقدروا نعدلوه. اما اذا كان في الكوان الفوق رايح يكون عندنا ديكالاج باين خلاص. المبتدئات اذا كنتوا تخيطوا ولقيتوا قطعه اكثر من قطعه ما تخافوش، رايحين نديروا لاستيك نعدلوها عادي. هذه هي اللقطه اللي نكرهها كي نكون نخدم وتخلص لي الكانيطه. لهنا راني نعدل. جيت باش نقول لكم باللي كي تكونوا تخدموا
هبطوا البرا بيديكم والخيط يكون في صباعكم. كي تطلعوا البرا اذا هي جبدت الخيط تاع الكانيطه معناتها راكم ريقلوا، يعني الماشينه تاعكم راهي ما شاء الله ربي يتم ان شاء الله وربي يصلحها. لهنا انا كنت نخيط في كوات يسمى، كنت نخيط فيها بالغرزه الكبيره، وكي بديت نخيط في الاوس تاعي نسيت خيط بالغرزه الكبيره، على بها عاودت الخياطه. خلاص وليت درت الغرزه اللي نخدم بها انا رقم 2. انا ما نحبش في مشاريعي نكبر الغرزه ابدا، نخيطها برقم 2 مليحه تجي بيان فيني. ليسونسيال بعد ما جملنا المربع تاعنا واش نجيو نديرو، هذه هي التقنيه الرائعه. رايحين نحيو قطعه واحده اللي عندها الحديده، تروح تحدد هذا الكوتي تفتحو وتحدد. ليسونسيال انا لهنا راني مضطره باه نصور ونخدم في الكوتي اللي نصور فيه باه تشوفوا. هاني جيت نهز هذاك القماش باكي نحكمو بيدي، لقيت روحي مسكره الكاميرا ولا مغطيتها. ليسونسيال نتوما واش تحكموا ديروا قطعه واحده تقصوها. الخياطه خيطوا على بعد 1 سنتيم. المبتدئات اذا عدتوا ما تقدروش للكفه الرقيقه ما تقدروش تتحكموا فيها، خيطوا على بعد 1.5 سنتيم وروحوا نحيو هذه الزياده قيمه 1 سنتيم، خليو غير شويه. شوفوا لهنا من بعد نجيبوا القطعه الاخرى اللي ما نحيناهاش خليناها نطويوها طيه اولى وطيه ثانيه باش نغطيو القطعه الاولى اللي فصلناها. نتمنى ان شاء الله يكون الشرح واضح سواء بالكلام ولا بالفيديو، حتى الفيديو راه يشرح نفسه. خلاص نروحوا نبداو الخياطه تاعنا بالبوان داغي ونكملوا الخياطه عادي جدا حتى للاسفل. ايضا نديروا البوان داغي، نطويو الطيه الاولى بحيث تكون فوق الخياطه الاولى ونزيدوا الطيه الثانيه. هكذا رايحين نتحصلوا على كفه تكون رقيقه والخدمه بيان فيني. هذه ايضا نسميوها الخياطه الانجليزيه. كنت وعدتكم باللي كل خطره ان شاء الله رايحين نديروا فيديو، رايحين نديروا معاه تقنيات جديده وشروحات جديده، يعني ماشي نفس الفيديو نعاودوه شحال من مره. احنا الغرض تاعنا نتعلموا بالخياطه بطرق عديده ومتعدده. شوفوا الكفه كيفاش جات رقيقه كامل. خلاص هذه بالنسبه اللي ما عندهاش السيرجي، باسكو اللي عندها السيرجي اكيد رايحه تسيرجيها وخلاص. نديروا لا فينيسيون من الداخل بهذا الطريقه هذه. شفتوا لا فينيسيون ايضا من برا كيفاش تجي تخرج رائعه. دوك نروح انا نكمل كامل المربعات تاوعي بنفس الطريقه، باسكو بديتها انا هكذا بنفس الطريقه، ونعاودوا نرجعوا مع بعضنا باه نشوفوا كيفاش نركبوا لاستيك. لهنا انا كملت كامل المربعات اللي عندي. واش نحكموا نديروا؟ نحكموا المربع من المربعات ليسونسيال. نحكموا المربع الاول لازم يقابلوا المربع الثاني اللي يكون من جهه العرض، ماناش رايحين نخدموا من جهه الطول، احنا عندنا طول وعندنا عرض. نروحوا للجهه اللي رانا مكرونتين فيها. شوفوا هذه قدام المربع الاول وهذه كتوى المربع الثاني. خلاص نروحوا نحكموا جهه لازم لاستيك كي نخيطوه نبداو من الجهه اللي كرونتيناها ونجيو ماشيين للمربع الاول ونزيدو نمشيو وندورو على المربع الثاني ونطلعوا للكرونت الدوزيام. خلاص يلا حبوباتي دوك نروحوا نركبوا لاستيك واتولهم مليح مليح، لانه رايحين نخيطوه بطريقه مختلفه على الطريقه الاولى. انا لا فيديو الاول عطيت لكم كلش سهل، اما هذا الفيديو فيه شويه خدمه. لازم هكذا بالدرجه حتى نتعلموا كامل التقنيات. نجيبوا لاستيك تاعنا اللي الرقم تاعو 14 ولا 16 كما تحبوا، يعني يصلحوا في زوج. اول حاجه نحطوها لاستيك نحطوه عادي جدا على بعد 1 سنتيم، ما نحطوهش قد في الحافه، نحطوه على بعد 1 سنتيم. من بعد نطويو طيه واحده بحيث نغطيو لاستيك تاعنا. من بعد نزيدو نطويو الطيه الثانيه عادي جدا. لهنا رانا ساهلين. نديرو شحال من مره البوان داغي، نروحو نجيو بالماشينه شحال من مره. من بعد لهنا اتولهم مليح. الستيك تاعي لازم ما يكونش مبلاطي بهذه الطريقه. لهنا راني طالعوها بطانيه باه نشوف اسكو راني نصور ولا لا.
ما لازمش يكون مبلاطي. دوكا نفهمكم، نعاودو نطويو الطيه الاولى والطيه الثانيه ونبلاطيوه في الماشينه ونعدلو مليح القماشه تاعنا بهذه الطريقه. ثم نروحو نشبحو لاستيك تاعنا. لاستيك نشبحوه ماشي لدرجه وين نخنقوه يولي ما يقدرش يتنفس، لا هو لا حنا، لا نشبحوه لدرجه وين يتشبح معانا، ماشي بصح وين يولي خيط لداخل. لا لازم كي نكونوا نخيطوا شويه على الاستيك، لازم نحكموا شويه الاستيك باه ما يقعدش يزغد لداخل ويقعد لنا مرولي مبروم كما نقولوا احنا. دوكا اتولهوا لهنا. دوكا نزيد نفهمكم، ما تخليوش الاستيك تاعكم مبلاطي هكا راقد، خليوه واقف بهذا الطريقه هذه. من بعد نطويو الطيه الاولى وهو واقف، شوفوا مليح انا غطيناه، نزيدو نطويو الطيه الثانيه ونخليوه مبلاطي. ها هي الطيه الثانيه خلاص. الخطوه الاخرى نروحو نشبحو لاستيك ونبداو في الخياطه تاعنا. كي نكونوا نخيطوا البره لازم نخليوها مبيكيا، لو كان نخلصوا الخياطه والبره تكون طالعه الفوق نهبطوها بيدينا عادي جدا. خلاص نتمنى ان شاء الله الفكره تكون وصلت. نورمالمون البنات والله غير راني شرحتها يعني بابسط طريقه. مي اذا كان وحده ما فهمتش عاودي المقطع وشوفي، اذا ما فهمتيش خلي لي في الكومنتير والله هنا نعاودو على جالك. ليسونسيال نكملوا خياطة لاستيك عادي جدا كيما درناها في البداية كيما شرحتها لكم. نعقبوا على المربع الأول ثم نكملوا الخياطة حتى نعقبوا على المربع الثاني ونلحقوا حتى الكرونت الثاني اللي درناه. كي نلحقوا الكرونت نشبحوا لاستيك تاعنا ونقصوا هذاك الزائد. بالنسبة للاستيك رايحين نستعملوا 120 يعني 60 سنتيم على الجهه اليمنى و60 سنتيم على الجهه اليسرى، ولا من الاعلى ومن الاسفل ولا ليسونسيال. جهه تهز 60 سنتيم وجهه تهز 60 سنتيم، بصح نتوما ما تشريوش 120، لازم علينا نشريو بالزايد. تفضل لنا الحاجه خير ما نستخصوا في هذاك الطرف وما نلقاوش كيفاش نكملوه. يعني لاستيك اول حاجه ماهوش غالي، ثاني حاجه مليح في الدار، اشريو بالزايد. ليسونسيال نكملوا الخياطه تاعنا عادي جدا. بعد ما نكملوا ونقصوا هذاك الزائد تاع لاستيك تبقى لنا هذيك الجهه الفرغانه اللي ما فيها والو نكملوا لها كفه عادي جدا. كي نلحقوا الكوتي تاع لاستيك نعاودوا نركبوا لاستيك بنفس الطريقه. نخليكم انا تتفرجوا في لا فيديو ونعاودوا نرجعوا مع بعضنا. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا هذا الخطوه، وهذه هي النتيجه اللي تحصلنا عليها. لا كولور تاع هذا لاوس هذا راه يدوختني، دي فوا يبان فيغ ميليتير، دي فوا يبان فيغ بيستاش، دي فوا يبان اني خايفه لا يخرج لي فير فليو. والله صدقوني لا كولور ساعه على حساب الاضاءه تاع الشومبره. ليسونسيال المفيد والمفيد في الخياطه ماشي في لا كولور، شرح لنا فيها. شفتوا لا فينيسيون من الداخل ومن برا كيفاش جات، شفتوا لا فينيسيون تاع لاستيك ولا اروع، خاصه اللي ما عندهاش السيرجي رايحه تخدمي خياطه بيان فيني وتطلبي حقك يعني بالكامل. لا ماشي معناتها ما عندناش السيرجي ما نخدموش خدمه نظيفه ومتقونه لا نخدموا خدمه متقونه ونطلبوا حقنا باكمل وجه. ليسونسيال لحقنا لنهايه لا فيديو. الفيديو الجاي ان شاء الله رايحين نديروا كيفاش نطوي والدراوس باش نحطوه في لومبالاج ان شاء الله ويجي
مستوي هو والدرا والمخده. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، ما تبخلوش عويشها بدعواتكم كما عودتوني دائما. الدعوات الزينه الله يزين ياماتكم ان شاء الله. وراني نستنى فيكم كامل تنضموا للقناه تاعي الثانيه اللي هي رايحين نديروها ان شاء الله دوره شامله في تعليم الباترون. لازم الدروس يكونوا متسلسله. راني نستنى فيكم تتلموا به كي يكون عدد مليح رايحين نبداو ان شاء الله في الدروس دون انقطاع. ومع السلامه.